السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم ملكة أم آدمين. بلا شك سمعتو يسرا شنو كتقول المحبين ديال قناة يسرا ستيل والمتابعين ديالها مع الزوجة والطليق ديالها زهير. سمعتوها هاد الأيامات اش كتقول بلي راها بغات تسافر لتركيا، يمكن بغات دير الشفط، هي ما قالتش أو بغات دير تكميم ديال المعدة باش تضعف شوية وبغات تصايب سنانها. المهم بغات تقاد الحالة، حيت وجدو عندها الفلوس، اللي وجدو عندو الفلوس كيمشي لتركيا باش يقاد حالتو. إيوا الحمد لله. إيوا لا إله إلا الله، هذا عصر آخر، ما ديرلاش نضحك في الحقيقة، هذا عصر آخر. بغات تمشي لتركيا ولكن البيبي فين غادي تخليه؟ هذا هو المشكلة. هاد المرة اللي فاتت، هاد السيمانة اللي فاتت مشات لكازا، مشات للدار البيضاء هي وبنت عمتها، وخلات الولد ياسر البيبي خلاتو مع لبنى مرت باها. ولكن زهير ما بغاش، زهير آه، تعصب بزاف، واتصل سميرة البقالي اللي مهتمية ومتابعة الوليدات الصغار المتخلى عنهم، الوليدات اللي أولاد الأمهات العزيبات. المهم الوليدات قاع اللي في حالة ضياع، كتجمع الوليدات ديال المغرب اللي ما عندهمش الأمهات ديالهم، اللي مهملين، الوالدين ديالهم مهملين، عفوا، اللي الوالدين ديالهم ما كيديوهاش فيهم، ما كيديوهاش. وزهير اعتبر يسرى من ضمن هاد الامهات. حسبها ما كتهلاش في الولد، وبغى يتابعها، واتصل بسميرة البقالي بغا يحيد لها الحضانة ديال الولد، لان قال لك هو من بعد يسرى لياسير كأم هو الحاضن الثاني، لان امها ما كايناش، امها ربما تقدر تكون حاضنه، ولكن الام ديالها متخليه عليها كما عرفتوا جميع زعما ديك القصه ديالهم، راها واصله معها ما عرفت فين العقوق، واصله مع التجاره ببشر، واصله معها فين وفين وفين، ودخلت بكريشه للسجن وسير وسير. المهم زهير ما عجبوش الحال، ما بغاش يخليها اسمه، وتابعها باللي إلا خلات ياسر في شي بلاصة أخرى من غير عنده هو كحاضن، غادي تحيد لها الحضانة. وهذا الشيء اللي كان اللي تيقول، وغادي تسمعوه معايا داير واحد الحوار مع بوصلعة، غادي تسمعوا هذاك الحوار، تابعوا معايا حتى الاخر وغادي نحلوا جميع، نشوفوا شنو غادي. والنقطة الثانية ديال الناس اللي تيقولوا راه ما كاينه لا جمعية لا والو، داكشي هذاك اخي حسن، راني داكشي تيبقى القرار ديالي، وداكشي راه ما نبقاش نهضر فيه. وراني هضرت مع الاستاذه سميره البقالي، تحياتي ليها، هضرت معاها وما هضرتش معها البارح وما هضرتش معها البارح. المهم هضرت انا وياها وصافي، راني قدينا انا ويا الامور، وان شاء الله راه حتى هي الله يعمرها سلعه، وحتى هي توقف معايا ان شاء الله. و... والتوضيح التالي اللي بغيت نوضحو ديال هو اي واحد اخي حسن شد داك الوليد راه تيتحمل واحد المسؤوليه اللي ما يخرجش منها. اللهم اني قد بلغت. اي واحد شد داك الوليد راه انا هو الحاضن بعد الام، يعني شي واحد براني ما عندوش الحق باش يشد الولد. بغات تسافر تجيب لي الوليد ديالي لعندي، انا اولى. قلت شي معقولة. كلمه قلت شي كلمه لعيبه اخي حسن. معقولة، ولدك من حقك انت، ما غاديش تخليه عند شي حد براني، انت اولى. بغيتي تسافري مم. 3 ايام شهر، دبر راسك، هذاك شغالك، ما عنديش مشكل. الوليد ديالي ما يبقاليش في بلاصه وحده اخرى، انا الاولى. حقك. واي واحد، انا مازال نزيد نقولها، شي واحد اللي يقبطو راه تيتحمل المسؤوليه ديالو. دابا انت بغيت توجه لها رسالة، بغيت بغات نوجه تسافر لها شغلها رساله تسافر، والناس اللي ولدك يبقى معاها. معاك. شوف، رساله ليها والناس اللي معاها، الا قبضوا مم. داك الوليد تيتحملوا المسؤوليه ديالهم، مم. حيت انا الحاضن من بعد الام. الا سافرت خصها تجيب لي ولدي، انا نحضيه يكون عندي.
ما يكونش في جهه واحده اخرى. واللي قبطو راه تيتحمل مسؤوليته. حنا راه بيناتنا قانون، راه ما تنلعبو. ايوا خوتي سمعتو زهير شنو قال، وما خلاش اسمو راها معصبه حتى هي، راها في حالتها كتبكي يسرى، لان اصلا الولد ما بغاتش تخليه في دارهم، ما بغاتش تخليه عند زهير، في دار زهير مع مات زهير، بغات ولدها يبقى عندها، ما بغاتش اصلا تديه ليه، لانه هو ما بغاش يعطيها الحضانه، ما بغاش يعطيها لصانه كما كنقولوا الات او المهم الحقوق ديالها، الواجبات ديال الولد وديالها هي ديال الطلاق وسميتو ديال الولد باش يعيش. المهم ما بغاش يعطيها حتى شي حاجه، وهي مسجله عليه بزاف، قالت له سير شكي، قال لها سيري شكي، سيري خدي حقك بالقانون، وهي شاده معاه ضد، ما بغاتش تعطيه الولد. ودابا المهم الا كان هكا في القانون ما خصهاش تخليه لشي واحد اخر، راه صافي يسرى ما خصهاش تمشي تسافر، خاصها تبقى مقابله ولدها، هذا هو المعقول. وزيدون زعما هاد السيده هادي كنشوف هذا نظر، زعما كاع الناس كيقولوا هكا، ولكن السيده دايره سيزاريان، ولدات بسيزاريان، ما بقاتش حتى اسبوعين زعما في الدار، دغيا خرجت غير من رمضان، واحد شويه وراه وهي تخرج. الحمد لله زعما على صحيحتها، الله يعطيها صحيحتها، ولكن راه في هذه المرحله راه خصها راه النقاهه، تيقول لك النقاهه راه حسات بالراحه وهي تجمع وقفه وهي تخرج، لا خاصها ترتاح، خاصها تاخذ واحد القسط ديال الراحه، واحد الوقت اللي باش ما يرجعش عليها من بعد، لان الصحه ديال السيزاريان راه ماشي سهله، راه فتحه من الكرش ديال الكرش من هاك لهاك، القاف من هاد القاف لهاد القاف، ما عرفت شحال من غرزه، وهي خارجة زعما سبحان الله، زعما الله عطاها صحيحتها، خصهاش تخرج. وزيدون هاد المرحلة هادي هي الوقت اللي كيتعلق البيبي بالأم، وكيكون معلق بها بزاف، لأنه ولف الريحة ديالها في الكرش، وهي تلقاتو دغيا بغات ترميه دغيا اسمو، ونسات اللي فاش كانت امها كتحطها تتمشي تخدم، على الاقل بعدا امها كانت كتمشي تخدم تدير النقيش، ولو ان يسرى حتى هي راه كتمشي تخدم، راه مسافره، راه ماشي مسافره باش دير، راه كدير لايفات وكدير فيديوهات وكدير تدخل منهم شويه ديال الفلوس، ماشي شويه راه بزاف باش عايشه هي وباش معيشه داك الوالد والمهم مصاريفها كامله، كراها المصاريف اليوميه كامله، السياره كلشي، آه، ولو أنها خدمة سواء هاذيك سواء دابا تعيبي على مو كنتي ديري كتر منها، أنتِ كنتِ تتعايري وتتقولي راه أمي تتخلينا عاد الناس، تتخلينا عاد الجيران، حنا ما عمرها جلسات معانا، عمرها ما دارت لنا غدا، عمرها ما دارت لنا عشا، ما حسيناش بروسنا كيف كبرنا، كبرنا مع الناس، وكبرت أنا صغيرة محملة المسؤولية، ها أنت الوليد مسكين مازال في القماطم، ها هي راه ما خلاتكم ربما حتى كبرتوا شوية. راه ماشي اسمو كانت جداتكم ومات امكم، اما دابا راه ما كاينه لا جده مات مو، لا جده مات باه، راه تبرات منك، لان تبرات من يسرى لانها عيانه مريضه بالسكر، مشات بحالاتها، ما يمكنش تهز ليها الولد، تدير الرياضه كل صباح، وبغات تنعس شويه تاخذ الراحه، راه شكات وقالت بلي رانا عييت، بغات تجيب العروسه الثانيه باش ترتاح، باش تريحها شويه. وعلى كل حال يسرى غادي دير شي حاجة بهاد الولد، يا إما مؤخرا أو أخيرا غادي تعطيه لباه يتحمل الحضانة ديالو، غادي تخرج هي تمشي تعيش الحياة ديالها، ولو كدير داك الدموع ديال انا ولدي ما نقدرش نخلى عليه، انا ولدي ما نقدرش ندير، ولكن باينه بنتي ملي مازال الولد بيبي ومشيتي حكا تتبكي شويه، مشيتي لكازا ودابا غاديه لتركيا، مصايبه الباسبور وغاديه لتركيا، على الاقل بعدا غتجلسي 10 ايام، غتجلسي وداك البيبي خاصو يكون في الحضن ديالك، وخاصو يكون في العبون ديالك كما كنقولوا. ايوا الحصول الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، ما حافظتيش اولا على صحتك، ودابا ما محافظاش على البيبي ديالك، وكتعايري امك بلي راها محافظاتش عليكم، كتخليكم عند الناس، وانت دابا كتخلي ولدك عند الناس. ايوا هادشي ما كيدخلش للدماغ، ما كيدخلش للعقل، الله يهديك يا يسرى، وغادي تبقاي تنقزي تنقزي تجبيها في راسك، سميرة البقالي ما كتلعبش،
الا دخلت لهاد الدوسي راه غتحيد لك البيبي، غتحيد لك. كوني اكيده، كوني متاكده. واخا تتهددي في زهير وتتقولي لي سير جري طوالك سير، انا هي اللي كنحضن الولد ديالي وانت ما حضنتيش، انت خارجه كل مره غاديه كل مره غاديه ياكل وغاديه خدمه، ولكن الولد كتخليه عند الناس كما كان الحال مرت باه. مرت باك ماشي هي جداه. كون خليتيه عند امك مازال، كون ما عندوش منين يدوز لك. الا كان في القانون، الا كان شي حاجه اخرى الله اعلى واعلم. الحصول الله يدير التاويل الخير، والله يصوب بيناتكم. ويا ريت ترجع عنده، خلي ليه الولد، خليه مو راه مقابله، تقابلوا لك وسيري سافري فين بغيتي انت وياه. ايوا هذا هو اللي كاين. والحصول انت تعرفي اللي كاين، والله يصوب لك بنتي ويصوب الجميع، جميع البنيات. يلا السلام عليكم، وميعادنا فيديو اخر. والسلام عليكم. ما تنسونيش من لايك، ابوني، بارطاجي اللي جات على خاطركم فضلا وليس امرا. السلام عليكم.